السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن الاحوال. رجعت لكم بنات بفيديو جديد، وهذا الفيديو حبيت نشارك معكم، يعني ننصحكم هكذا ونوجهكم فيما يخص تكوين تاع مربية اطفال. والا راح تقولوا لي سميحه جاتني يعني ثاني العديد من التساؤلات، واش الفايده منه سميحه؟ واش تقدري ديري بالتكوين اللي درتيه؟ اسكو يعطوك شهاده ولا زوج ولا؟ معليش البنات، انا راح نجيكم غير بالعقل يا البنات، وراح نشرح لكم غير بشويه. هادو شوفوا، نبدا لكم اول حاجه ديال البنات، هادو هما الشهادات نتاعي، راح نفتحهم امامكم ونشاركهم امامكم. يعني بعد الحمد لله ما كملت التكوين تاعي الحمد لله يا البنات، عطاو لي 3 شهادات. شهاده يا البنات درجه اولى، شهاده درجه ثانيه، وشهاده درجه ثالثه. تقراهم على 3 مراحل، يعني التكوين تاعكم لمده كم؟ لمده سنه، 3 سنين يا البنات، وانا نقرا مربيه اطفال 3 سنوات. وبالاضافه الى ذلك في نفس يعني المعهد هذا اللي درت فيه تكوين تاع مربيه اطفال، في نفس المعهد لازم عليك انك ديري تكوين تاع اسعافات اوليه، وهذا تاع اسعافات اوليه لمده 2 شهر يا البنات. ثاني شهاده تاعو راهي عندي لهنا، دوكا نفتحها امامكم. بالنسبه لي نروح لكم دوكا تكوين تاع مربية اطفال، الشهادات الثلاثه اللي جبتهم اللي راح نشاركهم معكم ان شاء الله. الثلاثه اللي جبتهم، واللي هي قريت 3 درجات، يعني 4 شهور وربع شهور وربع شهور يا البنات، وزيدوهم كل درجة فيها 4 أشهر 4 أشهر 4 أشهر 4 8 9 10 11 12، يعني عام وانا ندير في التكوين تاع مربية أطفال، وشهرين وانا ندير في تكوين تاع إسعافات أولية، بما معناه عام وشهرين إن شاء الله، وتكوني يعني تحصلتي على شهادة تاعك في تاع مربية أطفال. نعم، تقولوا لي سميحه كيفاه مربيه اطفال؟ شوفوا يا البنات، اول حاجه قبل ما نقول لكم واش نقدر ندير بهذه الشهاده ولا واش نقدر نخدم بهذه الشهاده، سواء تاع مربيه اطفال ولا تاع اسعافات اوليه، راها هذيك شهاده وحدها وهذيك شهاده وحدها. اسعافات اوليه عندها ثاني عمل خاص بها، يعني تستفادي بها في حاجه واحده اخرى ثاني. شوفوا يا البنات، هذو هما ليكم 3 شهادات تاوعي الحمد لله يا البنات، مكاشيين مثل ما راكم تشوفوا من طرف من طرف يعني هذه المدرسه الخاصه ولا المعهد اللي قريت فيه يا البنات. شوفوا، حنخبي برك معلومات خاصه بيا. نعم، هاو ليكم يا البنات، شوفوا هاي ليكم شهاده، هذه شهاده تكوين حسب الطلب. هاي ليكم المعهد اللي قريت فيه يا البنات ابيس، هاو ليكم من طرف الدوله يا البنات. تحبوا تشاركوا به ونعمه اللهم لا حسد، انا ما نحسدش الناس يعني. هاو ليكم العنوان وين جاي، تقولوا لي سميحه وين جا معهد التكوين ابيات ولا المؤسسه الخاصه للتكوين المهني، واللي هي معترف بها من طرف الدوله يا البنات، من طرف الدوله. وين جايه؟ نقول لكم جايه يا البنات في بوعقال. شتو جهه لارياش، الرود هذاك تاع لارياش، هي تمشي على جهتك اليمين تلقايه، قبل ما تدخلي للرود تاع لارياش تلقايه على جهتك اليمين. هذا هو. هاوليكم قريتوا كلمه مربيه اطفال، هذا درجه ثانيه، وهذا مربيه اطفال درجه اولى ودرجه ثالثه. شوفوا يا البنات، بالنسبه لي مربيه اطفال درجه اولى، واش قرينا فيها؟ قرينا فيها يا البنات دروس متعلقه بالمربيه، يعني عرفنا المربيه واش دير وكل شيء. دروس متعلقه بالروضه يعني نعرفوا حوايج على الروضه، كيفاش نسيروها، كل شيء البنات على مربيه اطفال، كيفاش نقريو الاولاد، وعلى الروضه يعني كيفاش نسيروا الروضه، اشغال يدويه وانشطه. اشغال يدويه يا البنات اللي تحبوا يعني ديروها الاولاد، يعلمونا واش هي الاشغال اليدويه اللي نديروا، اللي يعني هكا نديروها الاولاد يا البنات. دركا بالنسبه للدرجه الثانيه، الدرجه الثانيه قرينا دروس نظريه ودروس تطبيقيه. شوفوا الدروس النظريه واش هي البنات، قرينا على الطفل ذو 3 سنوات، قرينا على الطفل ذو 3 سنوات، الدروس اللي نقدروا نمدوها للطفل ذو 3 سنوات. انا ماشي دركا نروح نحب نخدم مربيه اطفال اني نروح نبدا نجيب من راسي ونبدا هيا يقرا الحروف هيا يقرا الارقام، لا يا البنات، لازم يعني عندنا دروس محدده نقريوهم لهم. وكاينه دروس في علم النفس البنات، هذه الدروس تاع علم النفس كيفاش، هذه دروس في علم النفس حنايا كيفاش يعني نتعاملوا مع الطفل، يعني مش روح وروح وقول بلي راني مربية اطفال. الدروس التطبيقيه كاين تطبيق بعض الاشغال اليدويه والانشطه، لازم البنات
نديروا بعض الانشطه وبعض الاشغال اليدويه. كاينه هذه الدرجه الثانيه. الدرجه الثالثه ثانيه البنات نفس الشيء، لكن بالنسبه للسنه سن 5 سنوات، 4 سنين 5 سنين يا البنات. هذه بالنسبه للشهادات تاعي تاع مربيه اطفال. درك نجيكم لشهاده واحده اخرى يا البنات، واللي هي شهاده تاعي واللي هي البنات تاع اسعافات اوليه. اسعافات اوليه يا البنات، هاوليكم الاسم يا البنات. المهم انايا حذفت رقم التسجيل تاعي كل شيء حمايه لنفسي. المهم هذا هو يا البنات، يعني التكوين تاعي اسعافات اوليه معترف من طرف وزاره التربيه، من طرف وزاره التكوين والتعليم المهني، يعني راهم معتمدين من طرف الدوله. قولوا لي سميحه واش تقدري تخدمي بهذا الدبلوم اللي درتيه ولا بهذا التكوين اللي درتيه سميحه، واش تقدري تخدمي به؟ معليش يا البنات نقول لكم، شوفوا تحبوا تخدموا بالشهاده نتاعكم ولا تحبوا تخدموا بالشهاده نتاعكم عند اشخاص، يعني عند مؤسسات، والا تحبوا نتوما تفتحوا مؤسسه وفي نفس الوقت تشغلوا الناس عندكم. شوفوا نقدر اولا واش ندير، نقدر نخدم بها مربيه اطفال داخل تكوين، داخل يعني نقري بها في معهد مثلا. انا يا بعد استاذه نقري في معهد، هذه حاجه. الحاجه الثانيه قادره انا يا البنات نخدم في مثلا كاينه روضه نخدم فيها مربيه اطفال، قادره ثانيه البنات نكون انا مسيره تاع روضه، يعني كما نقولوا نكون انا الشيف تاعها ولا انا المديره نتاعها، نسير الروضه لاني قريت البنات على الروضه اكيد. بالنسبه لذلك يا البنات نقدروا مثلا كاين نقدر عفوا البنات اكاديميه، مثلا نفتح اكاديميه ندير فيها ليكور، نقري فيها الاولاد تاع لاكراش، المهم نقري فيهم التمهيدي وتحضيري كي شغل مدرسه يا البنات. نحل اكاديميه، عندي الوثائق تاعي الحمد لله يا البنات، ها هم ليا وثائق تاعي قادره نحل بهم يا البنات. اكاديميه ندير فيها ليكور دروس خصوصيه وتكون باسمي انا يا البنات، وتكون تابعه للضمان الاجتماعي يعني مسوريه وكل شيء يا البنات. هذه بالنسبه يعني للشهاده. تقولوا لي واش حديري بها سميحات وراح تقراي تخدمي بها غير مربيه اطفال؟ نقول لكم شوفوا يا البنات، انا لحد الان ما قررتش اصلا نخدم بها والا لا. انا درت التكوينات نتاعي هذو يا البنات وخبيتهم على واش خبيتهم وقت ما تنفح لي ولا وقت ما نحب نستعملهم يا البنات، نخرجهم. نفتح لي نحل اكاديميه ندير فيها ليكور ونقري فيها تحضيري ونقري فيها تمهيدي، نجيب الشهادات تاعي بسم الله ما شاء الله الله يبارك اللهم بارك وزيد، نفتح بها اكاديميه بالشان والطبعيه البنات قانونيه ومعترفه بها الدوله. عندي شهادتي في يدي يا البنات، واحد ما يقول لي علاش ولا كيفاش. اسعافات اوليه واش نقدر ندير بها؟ اسعافات اوليه ثانيه البنات ندير بها اسعافات، نقدر نخدم في اي مكان يعني هكا تاع الطفوله، دار العجزه، هادو كامل يا البنات. مهم مسعفه يعني الحمد لله يا البنات. تعلمت انا واش ندير مثلا حادث يصرى في داري، يعني ربي بعد علينا ان شاء الله بعد الشر كما نقولوا احنا بالعاميه، ربي يعافينا. والله في اي مكان اخر نشوف انا قدامي واحد هكذا نقدر ننقذوا يا البنات. الاسعافات اوليه قرينا فيها بزاف يا البنات، قرينا حرائق، واحد يغرق، واحد يحترق، مثلا الغازات لما يكون تسرب غاز. المهم يا البنات اي حاجه تاع الطريق اللي يديروا حوادث السير في الطريق كامل يا البنات قريناهم وبسم الله ما شاء الله يا البنات. كل شيء عندي الحمد لله يا ربي. وفي نفس الوقت يا البنات ما نقراوش غير هكذاك، لا قاعد عندي كراس الله يبارك ما شاء الله، وقت ما نجبدو نلقى فيه كل شيء مسجل يا البنات. هذا بالنسبه للشهاده تاعي. قلتوا لي سميحه تكون معترف بها دوليا والا لا؟ عفوا معترف بها. نقول لكم ايه يا البنات معترف بها يا البنات. حبيت نقول لكم ثانيه البنات هذه الشهاده تقدري تعملي بها مع لونساج، يعني عندك الحق يا البنات لانه اكيد يعني معترف بها دوليا. وشوفوا يا البنات ثاني الحاجه الثالثه واش هي، شوفوا ابيس هذه المعهد اللي قريت فيه، يعني اكيد قلت لكم ولا حابين هذاك شغل باسبور علمي يا البنات. باسبور علمي مثلا الا كتب الله عز وجل وعلاش لا يا البنات سافرنا انا وزوجي ولا انتقلنا الى بلد اجنبي مثلا هكذا، ماشي بالضروره اني نهز شهادتي تاعي، لا يا البنات كل شيء مسجل لهنا يا البنات في هذا الدفتر. شوفوا كل شيء مسجل، انا مثل ما شفتوا عامله مربيه اطفال، وهذو كامل يا البنات واش تقدري ديري. كاينه خياطه، كاين حفافه، كاين يا البنات مثلا ها هي معلمه، كاينه مربيه اطفال،
كاين كل شيء، مهندس كاينه حتى هي البنات. الحاجه اللي عجبتني كاينه ثاني السياحه يا البنات ما شاء الله، كاين اعلام آلي، محاسبه، كل شيء يا البنات. واش حابين ديروا. هذا قلت لكم باسبور علمي يا البنات، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك وزيد. قلت لكم هذا نتنقل به الى مثلا سافرنا والا وحبيت نخدم خدمه ولا نجبد لهم عادي، نجبد لهم هذا الباسبور العلمي. ها هو باسبور امامكم يا البنات، وما شاء الله معترف بهم. هاوليكم وين جاي البنات، تقولوا لي وين جاي بالتحديد. ابيض شوفوا 103 سيتي شعبان حميد نعم باتنا. هذا هو بالنسبه للموقع تاعو اكزاكت يا البنات. هذا مكتوب فيه الاسم نتاعي، اللقب، كل شيء يا البنات، ومع الدرجات نتاعي ومع التكوين نتاعي. هذا هو يا البنات. قلت لكم قادرين تفتحوا حتى مسجد، قادرين. المهم هذا هو كان بالنسبه للتكوين تاع مربيه اطفال. تقولوا لي سميحه راح تخدمي به، نقول لكم الله اعلم الله اعلم. انا المهم درتو قريت ودرتو وجدتو وقت ما كتب الله الى كتب الله عز وجل، واستعملتو. هاني استعملتو فتحت مدرسه ولا فتحت كيما يقولوا اكاديميه، ولا حبيت نخدم فقط بلا ما ندير روح الروضه، نعود مسيره تاع روضه يا البنات، ولا روضه ولا هي اكراش يعني، نعود مسيره تاعها. ولا حبيت نخدم مربيه اطفال، هذه ثانيه البنات مربيه اطفال. وإلا ما حبيتش اصلا نخدم بها الحمد لله يا البنات، راني استفدت منها الكثير 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 في تربيه اولادي. نقول لكم يا البنات هذه هي كانت جوابي على السؤال تاعكم فيما يخص تكوين مربيه اطفال يا البنات. نقول لكم تهلاو في رواحكم، ما تنسونش بالاعجاب الاشتراك مع تفعيل الجرس على الكل كي يصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام بنات.